السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في يومياتي انا وبناتي. يا ريت لو اول مرة تشوف قناتنا يا ريت تضغطي لايك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مننا ان شاء الله. النهارده هنعمل طريقة سهلة وكل حاجة ان شاء الله متوفرة عندي في البيت. هنعمل النهارده طريقة حواوشي الغلابة، يعني بدل مثلا ما تحطي لحمة هتحطي جبنة. هوريك ازاي. عندنا هنا جبت رغيف بلدي او مصري على حسب المشهور بيه، يعني عندي في بلدي احنا عندنا اسمه العيش المصري. قسمته كده نصين اهو، مثلا رغيف كده رحت قسمته نصين. تمام. مثلا لو عايز تخليه 4 ماشي براحتك، بس انا بحبه كده يعني. جبت هنا شرايح من الفلفل الرومي قطعته كده زي البيتزا مثلا اهو، زي كده. وجبت هنا طماطمايه ورحت قطعتها بالشرايح دي. وعندي هنا جبنه رومي طبعا الاساس دي، يعني بدل ما تحطي لحمه تحطي جبنه رومي. ويا جماعه طعمها تحفه، انا مش اول مره اعملها، انا يعني على طول بعملها فبتعجبني جدا يعني. فقلت اوريكم ازاي طريقتها يعني. هعمل كده الاول هجيب الرغيف، اجيب كده واحد حلو كده اهو رغيف. في ناس يا جماعه بتبشر الجبنه الرومي وتقطع الفلفل والطماطم عليها يعني مربعات صغيرة، بس انا مش حابة الطريقة دي يعني. قلت لا، احط كل حاجة لوحديها. لو حابة انك تقطعهم معاها مع جبنة رومي ماشي. انا كده جبت العيش اهو، حط كده جبنة رومي. مثلا لو عايزة تحطي مثلا بسطرمة او لانشون ماشي براحتك. تبقى يا جماعة طعمها تحفة والله على ضمانتي، يعني جربوها وان شاء الله حتى يعني تشكرني على طريقتها يعني. جبت كده فلفل رومي، عايز تحطي قرن ماشي اهو، عايزه تكتري ماشي. حط كده الطماطمايه هنا برضو. طبعا الجبنه الرومي هعملها في الزيت. لو مش عايزه تحطي في الزيت وكده هتحطيها في الفرن ماشي، بس انا بحس الاحسن في الزيت يعني. الجبنه الرومي هتسيح وهتدخل تمسك في الطماطم والفلفل مش هتطلع. شايفين اهو. اعمل تاني واحد معاكم اهو. حط كده الجبنه الرومي. انا جبت جبنه رومي يا جماعه قطع ورحت بشرتها في المبشر اهو. بس انا بقطعها كده زي ما قلت لكم. جبنه رومي بالسيح بتبقى طعمها تحفه. نعمل واحد ثالث. طبعا الكميه اللي انتي براحتك عايزاها حطيها. اسمه حواوشي الغلابه يا جماعه عشان ما فيهوش لحم، والله هيبقى كمان احلى من بتاع اللحمه كمان اهو. شايفين؟ اخلص كميه العيش اللي عندي وهرجع لكم تاني في الطاوه نحمرهم مع بعض. استنوني. بعد كده خلصت الكميه بتاعتي يا جماعه. لو مش عايزه تقسميه زي وتخليه يعني تقطعي حته من فوق بس وتخليه زي الحواوشي اللي باللحمه ماشي. انا قطعته مصاص عشان يعني بالنسبه لي كده احسن. حطه على الزيت يعني ياخد وش من هنا ومن هنا زي ما قلت لك. لو مش حابه تحطيه في الزيت يعني حطيه في الفرن هتسيح برضو معاك وهتبقى حلوه، بس انا هحس ان في الزيت احلى. هنحملهم مع كده معاكم. هعمل معاك الكميه دي تحفه وطعمها تحفه ان شاء الله هتعجبكم. تعالوا نحمرها في الزيت مع بعض. حطيتهم كده في الزيت. انا مش حاطه يا جماعه زيت كتير عشان العيش المصري بتاعنا او البلدي بيشرب الزيت، فانا حاطه شويه يعني مجرد انه يحمر من تحت ويحمر من فوق ويسيح الجبنه. وطيت عليه النار وهغطيه عشان يسيح براحة الجبنة ويستوي يعني الطماطم من جوا والفلفل. وطيت عليه وهغطيه كده اهو. هجيلكم بعد ما نقلب، استنوا. بعد ما اهو حطيت في الزيت يحمر، متخبوش يا جماعة يحمر قوي عشان
بس يعني يحمر جوه عشان ما ينشفش معايا، يبقى طري اهو، هيبقى طري. حط كده معاكم. بعد كده ما هو خلصت الكميه، شايفين دي حاطه فيه كاتشب، تغمزي فيه كاتشب، تغمزي فيه مايونيز براحتك، طعمه تحفه اهو. هفتح معاكي واحده اهو، ثواني مش قادره امسكها مع اني سخنه اهو. شايفين جبنه ساحه تحفه. زي ما قلت لك ممكن تقطعي الطماطم والفلفل معاها اهو. بتحتار يا جماعه في العشاء، بجيب لكم افكار بالعشاء حلوه وسهله ومتوفره عندك في البيت اهو، تحفه. زي ما قلت لك لو حابه تخليه صحي زي كده ماشي، بس انا حبيت كده يعني. استنونا في طريقه جديده، واسيبكم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.